بنلاقي مكالمة هاتفية صادرة من والد سون وبيعتذر لشخص على إفلاسهم وبيطلب منه مجموعة طاقة روحية لشركته، والرقم كان 200 مليون طاقة روحية. واحد من الحرس بيقول لسون والدك هتولى كل الأمور، ووالد سون بيتعصب جدا على الشخص اللي بيكلمه علشان بيقول له هفكر، وقفل الخط في وشه وانتهى الأمل اللي كان فاضل. هي الحياة كده يا صاحبي، لما العجل بيقع بتكتر سكاكينه. والباب خبط وشخص شكله غريب بيكلم أبو سون، جايب له قرار من محكمة سون غاهاي والمفروض إنه يسدد ديونه بكرة، وعلى ما يبدو إن دي مؤامرة من شخص ما. وبنلاقي الشباب رايحين لبيت سون، وشين بيقول انتم كده قصدكم انهم راحوا لجبل فاكهة الزهور، وبنلاقي جين بيطير عليهم وبترحب بيهم والكل مصدوم من لبسها، وبنلاقيهم عايشين عيشة بدائية جدا. جو هاو بيقول لها انتم عالم مفلسة، ما قلناش حاجة، لكن ده ما يخليكوش ترجعوا للعصر الحجري. سون بتقول له للأسف احنا رهنا كل حاجة. ولما سون سأل عن السبب بتقول ان شركتنا مسؤولة عن صنع حبوب سحرية علاجية، والأسهم بتاعتنا انخفضت جدا، ده بسبب انخفاض الطاقة الروحية في العالم. والد سون بيقول مش مهم، احنا بدأنا من هنا وان شاء الله هنرجع زي الأول وأحسن، وهنزرع تاني ونكبر في السوق، محدش يقلق. وده يا صديقي المشاهد تبقى روح النحلة العاملة. والجانب الآخر بنلاقي السبب في الأزمة اللي في عيلة سون هي عيلة تانج، وهم اللي شوهوا سمعة العيلة دي. وفي شخص كان قاعد معاهم بيقول لهم ان دي لعبة راس مال، وبيقولوا انه لو باع الأسهم اللي اشتراها سر هيكون سيد الراس مالية. وبيقول لكن خلي بالكم ان عرق فاكهة الزهور لسه موجود، ولازم نلتزم بالخطة لاجل انهاء العيلة دي بالكامل. وتانج بيشكره وبنعرف ان اسمه ريتش مان، وبيقول له انا ممكن اسأل عن سبب مساعدتك لينا. ريتش مان بيقول له لاني بحاجة الى الطاقة الروحية. وبنروح لعيلة سون ووالدها بيحكي مغامراتهم للشباب. وانج راح وقف مع سون وبيقول لها بتفكري في ايه؟ بتقول له شايف ده؟ بيقول لها ماء ينبوع. بتقول له في الواقع ده كان ستار كهف ستار الماء الاول، كان فيه شلال وده اللي تبقى. وانج بيقول اننا ممكن اساعد. سون بتقول له شكرا جدا، وبتقول اننا خسرنا كل حاجه لكن عندنا روح النحله العامله، ومن هنا ورايح انا هعتمد على نفسي. شين بيقول للوانج جه وقت الرحيل، وهم ماشيين بتكون في عربيه ليموزين كانت هتخبطهم وبتكون رايحه على مكان عيله سون. وهم مروحين في القطار كانوا حزنانين على سون، لكن من بعد ما شافوا روح النحله العامله اطمنوا عليهم. ولكن اثناء الكلام بيكون في خبر على التلفزيون بيقول ان شركه تانجا تستحوذ على مجموعه ستار فاكهه الروح ب 140 مليار طاقه روحيه، والمراسم هتكون بكره في كهف ستار فاكهة الزهور، وده هيكون اتفاق دموي لمراسم الاستحواذ. وبتحاول لين انها ترن عليها لكن الهاتف لا يستجيب، والكل مصدوم من اللي سامعينه. وانج بيقول فاكرين السيارة الليموزين اللي عدت من جنبنا كان عليها نفس الاشعار ده، وعرفوا ان وقتها كانت عيلة تانج رايحين لعيلة سون. ولين بتسأل هنعمل ايه؟ وانج بيقول لها نرجع للجبل تاني، وبنشوف مراسم التوقيع والبهجة مالية عيلة تانج. والد تانج بيقول لوالد سون انه هيزرع الارض دي توم وبصل لانها بتطلع طول السنة. الراجل بيقول له يا عم احنا بنزرع الارض دي نباتات علاجيه وانت عايز تزرعها توم. بيقول له ما عشان كده عيلتك فلست. وانج والشباب رايحين للجبل ومستعدين حرب، وبنلاقي على البوابه شخص بيمنعهم من الدخول، لكن شين شاو بيبدا ان هو يحاربهم. وابو تانج بيكون مبسوط قوي انه هيستحوذ على مجموعه ستار الماء بتاعه عيله سون. واثناء ما الشباب بيحاربوا بره الدنيا بتولع جوه، ولما سون كانت هتقع وانج اخدها من ايدها وبيقول لها انا هخرجك من هنا. ولكن هنا كانت المفاجاه، بعد ما خرجوا سون بتقول للوانج ان دي ارادتها الخاصه ومحدش جبرها على حاجه، وبتحكي له اللي حصل لما الشباب مشيت امبارح. وطبعا البنت رفضت الاول العرض بتاع السيد تانج، لكن ابوها وامها فضلوا يقولوا لها ان هم مضطرين يا بنتي. وبتقول للوانج لو هضحي بنفسي من اجل العيله هعمل كده يا وانج، انا اسفه. وعيلة تانج بيهزقوا الشباب علشان معاهم فلوس والاذى منه. وانج كان ماشي مكسور لكن شاف بركه فيها حاجه وقرر يروح يشوف فيها ايه، ودي تبقى دوده نجميه بتمتص عرق الارض. وبنلاقي ان ده تدبير من عيلة تانج، ولكن وانج قدر ان هو يرجع كل حاجه كما كانت، وتجمدت اسهم شركه تانج واسهم ستار ماء فاكهة الزهور رجعت تاني. جويوي بيقول ان عيلة تانج اكتشفنا انها متحالفه مع شياطين فهنقبض عليهم، والشلال رجع تاني وكل حاجة كانت بتتخطط ليها عيلة تانج راحت على مفيش بفضل وانج واصحابه. بنروح للمدرسة واللي فيها عرض مسرحي للسيوف، وبيدخل جو يي والكل بيرحب بيه ترحيب حار نار، اجواء حماسية والمدرسة كلها مستمتعة. العرض ده مش الغرض منه اظهار قوة السيوف ولكن لاجل اظهار الفن، وفي جائزة تذكرتين لفروت سايكلون. واول متسابق هو سون رونج بنت زهرة الماء، والفامباير ده قاعد بيراقبهم من وقره. وواحدة من الحكام بتقول لها ان
السنة اللي فاتت سيوفكم أجمرت إزاي هتكملي العرض. بتقول لها من إن هي وأنا بتمرن علشان أعلي قدراتي، وسون رونج هتورينا رقصة المحيط. وبدأ فعلا العرض وبتعرف تتحكم في سيوف كتير وفي تناغم في حركاتها لحد ما في شخص هدفه إنه يخسرهم، وهو بيكون الفامباير ريتش مان. والسيوف بدأت تهاجم من تلقاء نفسها وكانت هتقتل لجنة التحكيم، لكن المدير بيحاول ينقذ الموقف. وبتكون سون محروجة جدا من اللي حصل وبتقرر تخرج، ولين بتقول لها ما تزعليش نفسك، بكره ابقى هات السيف بتاعك اصلحه. وانج بيقول لها انها مش غلطتك. وفريق الفضاء بيقول ان المشاهدات زادت في وقت قصير ومؤشر الطاقه الروحيه في ارتفاع. وبيبدا المذيع في تقديم عرض اخر، وبيكون جو هاو وتشين شاو بيكونوا طالعين يقدموا عرض بس لاجل ان هم ما يخلوش سون تكون متضايقه. وبيقول ان هم هيقدموا عرض صغير لاسعاد زميلتنا، والعرض اللي هيقدموه هو امساك السيف بايديه وهو مغمض عينيه. وبدا في استعداد روح ذهبيه وبتكون عباره عن ايدين، وبيهجم عليه جو هاو وبينزل السيف على دماغه. بيلحق الموقف وبيقول لهم ان ده عرض لقوه دماغ تشين، وبياخد وبينسحب بسرعه من المسرح. الراجل ده خبيث عامل زي الشياطين بالظبط ومستني شويه علشان يغزو العالم. اهو ده ابليس بعينه. ودلوقتي مع عرض يا شبيه، وعرضها رقص بلدي على الديسكو اللي خارج من شعرها، ولكن كميه سيوف رهيبه متحكمه فيها. واحب اقول لسون رونج ده فيها. واخر عرض معانا بتكون لين شياو. اهو ده بقى اجمل العروض اللي شفتها النهارده. غابه كده جميله وحركات لذيذه، عرض محترم، لكن كان في منه وخلص. ولعت في الشجره اللي جنبها وبتحاول تطفيها لكن مش عارفه. سون رونج طلعت تساعدها وبدات تكمل معاها العرض، والعرض كان رائع بشكل جميل قوي، والمشاهدات وصلت لمليار. وبكده بقى عندنا طاقه روحيه عاليه جدا. وبيطلع الفامباير وبيقول انا قدرت اوصل للطاقه الروحيه الكافيه، ودلوقتي وقت التحكم الكامل. وبيبدا حاجات تسرح في كل مكان باللون الاحمر، وده التحكم العالمي المطلق. لكن الغريبه ان سون سامعه لانها ما تاثرتش بسحره، ولين كمان سامعاه. وانج ظهر وبيقول له تاثيرك ملوش لازمه دلوقتي. ابليس مستغرب جدا من اللي بيحصل. وانج حرك المفتاح مرتين لقدام، والتحكم المطلق بقى في سيطره سون رونج. المذيع اتحول ولكم ابليس طيره في الجو، ولكن كل المختومين هم عباره عن زومبي. سون رونج مش عارفه تتحكم فيها، وده لاجل انه ممزوج بروح الشياطين. بنشوف رئيسة الظل وهي محبوسه والحراس كتير حواليها. بتحاول تغري حراس لكن بيديها وبيقول لها بطلي اللي بتعمليه، لكن فجأة بيتأثر من التحكم المطلق. وبعد كده بنشوف سون ولين ووانج مستخبين لأن تحكم سون مش شغال ضدهم، وكانوا بيهربوا في صمت علشان محدش ياخد باله. لكن في شخص مريض قرر انه يصورهم ويبعتهم للزومبي، وفجأة بيلاقوا الكل قدامهم وقرروا يتخانقوا وهربوا لشلة منهم. جينكي بيقول لوانج ان خدعة النسيان هتكسر الختم. وانج بيقول له ما ينفعش علشان الآثار الجانبية بتاعت النسيان. وفضلوا يجروا لحد ما وصلوا لمكان سد. وانج اخدهم وطار بالسيف، وصلوا للسطح وبقوا في امان. واثناء ما بيحاولوا يدوروا على حل، حد حدف حاجه على سون، وبتلاقي ان الناس بتحاول تتسلق المبنى. ولكن المفاجاه ان تشين كمان متاثر من الختم وبدا يطلع عندهم على السطح، وبيقول لسون انه بيحبها، لكن سون بتقول له انا مش بحبك. والختم اتكسر وقلبه وجعه من اللي قالته. ولين بتقول انه خف لما وقع على راسه، يلا نضربهم كلهم على راسهم. لكن وانج بيقول لها لا، الموضوع عكس كده تماما. سون بتقول ده حصل علشان رفضت تشين، ولو اذينا قلوبهم هيتفك السحر. ولما قالت للزومبي اتفك السحر من عليهم. ولين بتقول ان بس منها هيحل المشكله. ولما طلعت بتليفونها يعني لقيت ما فيش شبكه. وبنلاقي رئيسة الظل واقفه عند شبكه كهرباء، وبتقول ان هي عرفت ازاي تفك التحكم لكن الوقت اتاخر ومحدش اصلا بيكون سامعها. والكل بيقول لها خلي بالك في نيزك فوقك، وبيدغدغ البرج. وانج بقدرته عرف الشخص اللي بعت النيزك ده يبقى مصاص الدماء ريتش مان اللي المذيع حدفه في السماء. وتقول سون اننا محتاجين برج تاني، لكن اقرب برج يبعد عن هنا الاف الاميال. وانج بيقول محطة الفضاء فيها شبكة، يلا نروح ليها. وبيقولوا حلو بس ازاي هنوصل هناك؟ هل عيلة سون عندها صاروخ؟ لكن وانج بيقول لهم التذاكر دي كانت للرحلة دي بالتحديد. وانج اخد الكل على سيف جينكي وبيقول انا شايل هم اكبر من سني. قال له هديك علبة نودلز لو نجحت. اتحمس ووقف ندب، ووصلوا بسرعة كبيرة جدا. ولكن الزومبي بيلحقوا بسون بسرعة برضه. تشين بيقف قدامهم وبيقول هم تذكرتين بس، روح معاها يا وانج وانا هعطلهم. ويلين كمان وقفت مع تشين وبيقولوا لهم روحوا وانقذوا العالم يلا. سون بتقول ان هم كتير. تشين بيقول لها دول 1000 بس، فما فيش خوف. الزومبي في كل مكان حرفيا. وانج وسون ركبوا القطار وبدات الرحله. وانج بيقول لها لما نوصل كل حاجه هتنتهي. وانج بيقول لسون في موضوع عايز اكلمك فيه، ومتردد. فكرت ان هو هيقول لها بحبك، وبتقول له قول كده كده ده يوم الهلاك. وانج بيقول لها جهزي نفسك كويس. بتقول له قولها. بيقول لها خدت بالك واحنا جايين هنا محدش كان موجود علشان يتفقد التذاكر، يعني كان ممكن نجيب اصحابنا
معانا. ووصلوا اخيرا وبنشوف لين وتشين ان الدمى تجاهلوهم تماما، وبدأ البث وحكت قصة حياتها واعترضت للجميع انها مش بتحبهم، والكل اتفك من عليه الختم وعيطوا. وونج متفاجئ من كلامها، ولين بتقول ان سون نجحت، ولكن بنلاقي نيزك تاني رايح بسرعة ناحية الارض، ولكن المرة دي مصاص الدماء بيكون راكب على النيزك وبيتحول لأفعى. وونج بدأ يحدف السيف بتاعه على النيزك وفتته الحتت. بنشوف وونج وسون بيكونوا في مكان بيرسم مانجا وبيحركوا الانمي، والكل متحمس للتجربة دي، وبيقول لهم اللي عنده شغف يتعلم معانا ويكون واحد من الفريق احنا مرحبين بيه. وبيفتح باب وبيقول لهم مرحبا بكم في بي للتحريك، وبيدخلوا جوه والكل بيكون شغال على التحريك، ولكن في حالة تسيب. وبنلاقي واحده بتحاول توصل للمخرج لكنه ما بيردش، والبنت دي بتكون منتجة الشركه وبترحب بالجميع. وانج بيقول له هي شكلها عايزه تقول لك حاجه، وبتقول ان المخرج هرب، المبنى بيتشال ويتهبد من الخبر ده. بيقول لها ان البث قرب وانت تقولي لي المخرج مش موجود. بتقول له انه كان في غرفه منعزله وهو بيرسم جات له حاله ذعر وهرب. وبدا الشخص ده بيقول للمتدربين ليكم فرصه ذهبيه تختبروا نفسكم وتخرجوا روح المخرج اللي جواكم. المنتجه اتصدمت من اللي اتقال، وبيقول لها ما تقلقيش، اول حاجه عملناها كانت شغلنا الاول مره ونجح. وبيشرح لهم المفروض يعملوا ايه، ان هم يشرفوا على كل حلقه لوحدها، والمشرف هو بمثابه المخرج، وبعد كده ننزل حلقتنا براحتنا. واحد من اللي قاعدين بيقول لهم انا المحرك الاساسي، وتشين بيقول له عندي ملحوظه. الراجل سمح له يتكلم وبيقول له ان الاطارات قليله محتاجه تتزود علشان الجوده. بيقول له انا المحرك الاول، اللي بعد بيعدل شغلي واللي بعده وهكذا. وفضلوا يقولوا ان الراجل ده مش شايف شغله وانه المفروض يجتهد اكتر من كده. والراجل اشتغل غضبه يعني، وقال له انا هوريك اللي عمرك ما شفته. بيقول له ان دي مرحله تفجير الكبد وانه خلى القلم يرسم مكانه. سون بتقول ليه مش شغالين كده على طول. بيقول لها لان بعد العمليه دي كبده بيتدمر. وخلص الرسمه وبيقول له ان معدل الاطارات 24 في الثانيه. تشين بيقول له لان جيمر فحاسس ان معدل الاطارات قليل برضه، تعرف تخليها 60؟ الراجل جات له حاله ذعر ورمى نفسه من الشباك. واحد من اللي قاعدين بيقول له مين عايز يشوف 60 اطار في الثانيه؟ الموضوع سهل، وفتح برنامج مطور للرسوم المتحركه وبضغطتين زرار وراهم اللي هم عايزين يشوفوه. وبيقول لهم اعمل اكتر من كده كمان، لكن البرامج اللي بتستخدم الذكاء الاصطناعي فيها مشكله مش اي حد يلاحظها. تشين بيقول له ان الرسومات اللي بيصنعها الكمبيوتر لا تمتلك روح. الراجل اتعصب وبيقول له اعمل انت لو تعرف، امسك الكيبورد والماوس وتعامل. ودخلوا مكان الانتاج والراجل ميت في الشغل، والرئيس بيقول انت لازم تخلص وتروح علشان مراتك. ولكن اثناء ما الشباب بتلعب خلعوا سلك الكهرباء. الراجل من الموقف اتحول لتراب واتفتت. المكان كله بعدها اتحول لرسم بياني، ولكن وونج الوحيد اللي شايف كده. روح السيف جينكي بيقول له ان الطاقه الروحيه للعالم بتنخفض بسرعه رهيبه، والمنتجه عماله بتصيح من انها خسرت موظفين كتير في وقت قليل. تشين وجو هاو بيقولوا لها ما تقلقيش احنا هنا معاكي، اتعلمنا كام حاجه كده واحنا بنلف في الشركه. بتقول له ان الموضوع ده محتاج 30 سنه علشان تكون محرك رئيسي. الرئيس بيقول لها اول ما الشركه بدات كنا زيهم كده، مع مرور الوقت اتطورنا، والكل بعد التحفيز بداوا يروحوا كل شخص على جهاز علشان يبدا شغل. وفعلا بداوا شغل، لكن الموضوع طلع اصعب مما تتخيلوا. وانج لما شاف الاحباط على الكل خلى اقلامهم ترسم لوحدها، وبدات تسلم المونتيره الرسومات، ودي غالبا هتكون المرحله الاخيره او اللي قبلها. وطلبت ان الرسومات دي محتاجه تتعاد رسمها من جديد، ولما اعترضوا قررت انها تمسحها لانها ما بتحبش الكروته. والاحباط بقى على الشباب كلهم ومش عارفين يعملوا ايه. وانج الحياه بقت ملونه معاه، وقرر انه يروح لعالم البشر يدور على المخرج. وراح فعلا ليه واقنعه انه يساعدهم لان العالم بتاعهم بينهار. ولما وصل الكل متفاجئ بعبقريته والعالم رجع بالالوان تاني. وانج بيشكرنا جميعا اننا بنتابع الانمي، وانا كمان بشكركم علشان تتابعوا قناتي. وبنرجع لريتش مان وهو ذاهب بنيزك وبيكلم المستشار وبيقول له ان عدونا مش عيله سونج، ده صاحبهم. المستشار بيقول له احنا لازم نغزو العالم البشر، وكل الشياطين بيقول له سيبه يعمل اللي هو على هواه، ده اللي هو ملك الشياطين. ودي مراجعه بسيطه على اللي حصل لما وونج فرتك النيزك مع سون لما كان على محطه الفضاء، وملك الشياطين بيطلب من مستشاره اشعال مصابيح الابعاد. وونج وسون لما كانوا بيغادروا الفضاء اتحولوا ل 3 دي، وبيقول لها ان الامر طبيعي بره. وبنلاقي واحد اهبل داخل قاعه المؤتمرات وبيقول ان كنت بمارس الصقل في خلوه والاتصال في فورت سايكلو اتقطعت ودي تبقى محطه الفضاء. وجوي بيقول لهم عندي خطه لوقوف هجوم الشياطين اللي هيحل علينا، وهي الشرخ المكاني اللي عمله سيف وونج لو فاكرينه ده فوق الفصل 60. وغير ان في تشكيل الصقل هناك
هناك. ومن كام شهر كان في ممارس صقل عمل سحابة خارقة، واحد من اللي قاعدين بيقول له يعني تفتكر اننا عندنا ممارس صقل فريد من نوعه؟ بيقول له بالظبط، والعملية دي محتاجة قوة روحية عالية جدا، ولكن احنا فقدنا الاتصال بالممارس اللي يمتلك قوة مفرطة. والراجل اللهبل ده بيقول له ان ممارس قوي جدا، ليه محتاجين الشخص الجبان اللي مش عارفين هو فين ده؟ جوي بيقول له انت مكانتك مش عالية علشان تعمل ده. والراجل اتعصب جدا وبيقول له انا هثبت لك ان قوي جدا. وبنروح لسون رونج وهي بتحدف سيفها علشان تعرف ازاي تخرج، لكن بتلاقي السيف لف ورجع من وراها، وهنا بتعرف ان هم في حلقة وصل. وونج بيقول لها احنا نجرب الجنبين واختراق الجدار، بتقول له احنا في الفضاء. قال لها ما تشغليش بالك، انت ضوء الحارس هيحميكي. ولما عمل فتحة بيلاقوا ان هم متكررين فيها ومحدش فاهم ايه اللي بيحصل. وونج بيقول لها احنا في حلقة مكانية، وجينكي لو كان هنا كان يقدر يكسر الحلقة دي. وملك الشياطين بيقول ان الختم الابعاد المستشاري جامد وقدر انه يبعد عننا الشر. والمستشار بيقول للشيطان ان كمان ختمه مفيش حاجة تعرف تكسره، لكنه غلطان. وبيقول ان في 30 مصباح اتكسروا، فالموجود اللي عدده 3060 مش قليل، ولكن هيفي بالغرض لان ختمي قوي وعالم البشر بقى مليان شياطين في كل حته والجميع في حاله صرع. فريق الصقل برئيسه جويي بيحاولوا يسيطروا على الموقف، لكن في المشمش كلهم بيجوا من بوابه ضخمه من فوق سنجاهاي. وفريق النجوم السبعه بيحاول يحل الموقف، لكن الاف الشياطين موجودين فمش قادرين نتعامل معاهم. والمذيعه بتقول ان لازم الناس تخلي المكان، وده كلام الفريق السابع. والد وونج كمان بيستعد للحرب. سون بتقول لوونج احنا شكلنا هنفضل محبوسين هنا، ولو خرجنا هيكون الوضع برضه مش احسن حال وعالم البشر هيكون اتدمر. وانج كان بيحاول يعمل قائمة اعدادات وبالفعل نجح في ده، ولما عدل في القائمة خلى الصورة بتاعتهم اوضح بس شوية. وبيبص ورا سون بيلاقي ان عالم البشر بيعاني. الشياطين بتقول للبشر انتم محاصرين سلموا اسلحتكم. والراجل الاهبل كان رايح يقف على جهاز الصقل وبدأ يتجمع سحابة فوق وبتضرب الشياطين لكن بلا جدوى. وسون بتقول للونج ان احد المعلمين الجامدين بيتحرك. وونج بيقول ان في حاجة غلط، ازاي حطوا علم؟ وفعلا الشياطين كانت اتأثرت، لكن بنلاقي السماء بتنزل خلايا للشياطين، حتى ممارس الصقل مش قادر يتصدى ليهم. في عالم الشياطين الضحكات تتزايد والعالم خلاص على وشك الانتهاء. اعمل حاجة يا وونج بقى. ممارس الصقل انها وكوكب الارض هيتدمر كده. خلايا الشياطين بدأ يطلع منها تنانين وتغزو العالم. وونج بيقول لسون تقريبا في فرصة اننا ننقذ العالم. وونج خلع مراية من الاسانسير وبيقول لها ان دي اللي هتخرجنا من هنا، لاننا في عالم ثلاثي الابعاد. المراية اكتر حاجة تعكس الابعاد فممكن تكسر الختم. هنجرب، احنا خسرانين ايه؟ واذ فجأة الموضوع ينجح والشموع بدأت تنكسر. وبيطلب وونج من سون انها تعمل محيط وبينجح الامر. وبيقول لها خليكي هنا هروح انقذ العالم واجي. بتقول له هويتك هتتكشف كده. قال لها مش مهم، المهم انقاذ العالم. وبيروح لجويي وكان بيحاول لكن جت بنت فراشة وهي لين اخدته. بنرجع لورا كده بالذكريات لما كانت لين مع ابوها وهو بيعلمها فن العيلة بتاعتهم. وبتسأل ابوها هو انا فعلا من عرق الفراشات، لانها مش عارفة تستخدم القوة. ابوها بيقول لها انا ما طلعليش جناحات غير لما وصلت ل10 سنين من عمري. وبتقول له هو الشياطين هيخلصوا مننا؟ بيقول لها ما تقلقيش انا موجود يا حبيبتي. ولكن فجأة عرق الشياطين بيتجمع عليهم وبعدها بيعيد وبيقول لها اهربي. انتهى بيها الحال ورجعت لها الحياة بسبب روح السيف بتاعها. وكل ده كانت حكاية بتحكيها لوونج وهي في قطار ورايحين على عالم الشياطين. ومن هنا انتهى كل شيء بسبب عرق الشياطين، وده مبدأ الشياطين، القوي بياكل الضعيف. وبيقول لها وانتم ما قاومتوش. بتقول له انت اهبل، كل السنين اللي فاتت دي عالم البشر غزي اماكن كتير اللي هو عالم الشياطين ومحدش قادر يوقفهم. ده اسطوره لا تقهر. ملك الشياطين قاعد على عرشه واتباعه بيجيبوا له كل حاجه في شوال. بنلاقي سون بتعمل بث مباشر وبتحاول تطمن الجميع، والناس قلبها بيطمن من كلام سون شويه. وبيقولوا اننا لازم نساعد بكل ما اوتينا من قوه. ملك الشياطين بيقول ان ده خطاب ممتاز ولكن دي مقاومه بلا هدف. وانج ولين بيوصلوا عالم الشياطين. من هنا عرفنا ان لين كانت جاسوسه اساسا، وبتقول له انا جبته هنا زي ما اتفقنا، ارجو ان انتوا تفوا وعدكم وتدوني روح السيف بتاعتي. المستشار بيقول لهم اخشعوا، لكن وانج ولا هزوا الكلام ده. وانج حدفه بعيد لزقه في الحيطه. ملك الشياطين بدا انه يتحرك لانه اول مره يشوف شيء مثير للاهتمام من زمن بعيد. الواحد انت الشخص اللي اتكلم عنه ريتش مان. لين مرعوبه من اللي شايفاه. وانج بيقول له انا لو قتلتك هنا كل حاجه هتنتهي
صح؟ ملك الشياطين طار ناحيته وبيقول له احنا ما بنحاربش حد ما نعرفش اسمه. وانج بيقول له انا من فصيل النخبه 60. ملك الشياطين بيضربه بقدرته ولكن وانج ولا اتهز اساسا، بيقول له ده اللي عندك. جينج بيروح لسون وبيحميها من غزو الشياطين القادم. على فكره السيف ده مرعب بجد، عنده قوه غريبه. سون بتطمن على وانج. جينج بيقول لها انا خايف على الشخص اللي سيدي بيحاربه. بنلاقي ملك الشياطين مرمي بره القصر بتاعه، وانج واقف قدامه بلا خوف، وملك الشياطين مرعوب وبيقول له ازاي في بشري قوي كده وانا عمري ما سمعت عنه. وانج بيقول له انا لو حاربت على ارضي العالم هينتهي، ودي مش ارضي فاقدر احارب براحتي. وبداوا يجروا ورا بعض في الهواء، وانج ماسكه تنجيد وملك الشياطين مش عارف يعمل ايه قدامه. وفي الاخر مسك القرون بتاعته وزربيه والنو وطيره في الجو. لين بتساند روح السيف بتاعتها ولقيت ملك الشياطين مرمي على الارض. ملك الشياطين بيقول للوانج كفايه احنا غزينا ملايين من العوالم ودمرنا حضارات وبني جنسك بيخاف مننا، لكن انت ازاي قادر تهزمني؟ وانج بيقول له احنا عندنا بمحن كتير وحضرنا حاجات تخلينا اوبي. بيقول له اي كلام، انا اتهزم منك دي خابت خالص. المستشار جه من وراه وبيقول له خلال مراقبتي ليك عرفت ان نقطه ضعفك هي التميمه اللي على قفاك، لكنه ما يعرفش ان دي بتختم قوته. وكانوا فاكرين انه لما يشيلها هتنتهي كل حاجه، وفعلا لما شالها انتهت كل حاجه، لكن بالنسبه ليهم وعالم الشياطين اتدمر والامور هديت في كوكب الارض وبدا الجو بالمطر. لين وروح السيف وونج رجعوا لعالم البشر، ولين بتقول للوانج انا عارفه انك مش هتسامحني غصب عني والله. وونج بيقول لها معايا تليفون عايزك ترن على والدي وتقول له يجيب تميمه لان العالم هيتدمر لو ما جابهاش بسرعه. وستار الماء رجعت له مكانته والكل بيحاول يعيد بناء المدينه. وصور وونج انتشرت على النت لكن مش باين تفاصيله، والعالم كله مش عارفين مين الثقل الفشيخ اللي دمر كوكب الشياطين. وسون بتسال وونج على اللي حصل لكنه بيكون نايم. وونج وجوي بيروحوا يحرروا الكلب وبيقول لهم عادي يعني الحبسه دي، ما انا فضلت محبوس كتير ما جاتش على كام يوم زياده. الكلب بيقول للونج بما انك فزت في حربك ما عندكش مشكله ان نرجع وطني صح؟ وونج بيقول له معلش مش هينفع لان دمرت عالم الشياطين. وتوته توته خلصت الحدوته. ما تنسوش اللايك والسبسكرايب ويلا سلام.